بعد صباح الخير، ولو انه برضه هفضل اقول انه مفيش اي خير. الحقيقة انه صباحنا شبهنا وشبه بلدنا، مرتبك وغاضب وحزين، المؤسف والمقرف والمزعج. اللي بيحصل مدام ليليان بجد مفجع. يعني سكاكين بتقطع فينا كلنا. عايز ارجع في عليك وعلى شكلك امشي واحنا ناصرين ما تفل عندنا، يعني اطرش بالتعبير البلدي، استنطق. ما خلصنا يالا، هتلحنها ولا ايه؟ الاعلام والبلد كلها والفيسبوك والشباب والاعلام والاعلام الاجنبي. ايه اللي حصل بالظبط؟ حماده حضرتك. ايه؟ حماده حضرتك. حماده صابر محمد علي. حماده صابر محمد علي. حماده صابر. حماده صابر. حماده صابر. حماده صابر. حماده صابر. حماده هو سيد الرجاله وسيدهم كلهم وسيد كل اللي ضربه. حماده صابر اللي اتعرف اعلاميا بمسحول الاتحاديه. حماده مفيش مظاهره ما كانش بينزلها. ده رئيس مبارك ما ينفعش اهانته، يعني ده كان رئيس مصر اكثر من 30 سنه. تم سحله وتجريده من ملابسه امام كل من كان يقف في محيط قصر الاتحاديه. امس انشغل الجميع بلقطات سحل المواطن حماده صابر. في ظل الامطار تمت تعريته وسحله وتعذيبه وضربه. جرد من جميع ملابسه، حتى السليب بتاعه يا جدعان اتقلعوه سليب. كل اللي فات حماده وكل اللي جاي حماده تاني خالص. بس انا ما كنتش في الاتحاديه. انا كنت في روكسي. حضرتك انا ما بنزلش في المظاهرات اصلا. طب امال كنت موجود هناك ليه بس يا استاذ حماد؟ في روكسي حضرتك، في روكسي بتمشى. انا بشرب حاجه ساعه عندي بتاع البيبس ده. بيبس بيبس. طب ايه اللي قلع حضرتك البنطلون؟ المتظاهرين مش متشكل متظاهرين، ده قلبونا حتى اتلموا عليا بهدلوني. متظاهرين بهدلوني وحتى خدوا الهدوم. قول الحقيقه. الظابط العساكر اللي ضربتك بالبتاع، قلت والله العساكر اللي نقصتني بس انا قاومت. قال يا ابني التلفزيون كله شايف. قلت والله لا يا باشا. اكثر الدكاتره ومن الناس هفوته بالجامده وكله واقف جنبي بصراحه، يعني حسيت ان انا مصري فعلا، يعني مصري يا باشا انا مصري. مش بقول لك مصري؟ مين ضربك يا ابني؟ قلت والله يا باشا المتظاهرين. قال لي متاكد يا ابني ده الشرطه اللي قلت والله المتظاهر. الشرطه؟ قال لي زي ما احنا كنا عند وعدنا وانت مش كنت تبع المتظاهرين وانت في حالك، احنا هنعالجك وتقول الحقيقه. لو احنا ضربناك قول. الشرطه قالت لو احنا ضربناك قول. رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الارض شيل. اول ما اتكلم الحمايه لبابا بس. افندم يا فندم؟ الحمايه والبابا ولينا. الحمايه ليه يا رندا خايفه؟ خايفه ايه؟ اصلا الكلام اللي هو عمال يقوله دوت غلط اصلا، بس هو خايف يتكلم. قولي والله العظيم اقول الحق. ماشي قول يا رندا. وبعد كده بقى ايه اللي هيحصل؟ كلمه حق قول يا رندا. والله العظيم هقول الحق. انت في قنوات دفعت لك فلوس عشان تقولي الكلام اللي انت قلته لنا دلوقتي؟ قنوات دفعت لي فلوس؟ كرامة ابويا ولا الفلوس؟ فلوس ايه دي؟ انتوا مش شايفين في التلفزيون ايه اللي حصل له بعد دول وعمالين يضربوا فيه؟ يا رندا انتوا كنتوا فين لما والدك حصل له ده؟ كنت فين؟ انتوا كنتوا في اتفرجتوا عليه في التلفزيون ولا عرفتوا ازاي؟ ايوه اتفرجت عليه في التلفزيون وهو بيتكلم. بس بنتك رندا بتقول ان هي كانت معاك لغايه اما اتخذت منها في روكسي، هي ما كانتش معاك؟ لا ده القنوات يا فندم اللي قالوا لها قولي كده. القنوات قالوا لها كده. انتوا اساسا بتنزلوا دايما يا رندا المظاهرات ولا على طول بننزل نتفرج هناك. احنا كنا رايحين نشتري هدوم ليا اصلا. ما احنا بنروح على طول هناك. طب يعني هو فعلا كويس ولا ما شفناهوش؟ لا ما شفناهوش. وضربوه جوه في المستشفى وبيدقوا فيه ومقلعين له ملط خالص. حد ضغط على ماما عمالين يقول لها ما تتكلميش، قولي اللي هو كويس ومش عارفه ايه، بس حد ضغط عليها جنبي. الحكومه هم اللي ضاغطين عليها والوزير اصلا كان جنبيها وبتتكلم، بس اصلا ده هو حد ضغط عليه وبابا قال لها ما تسجليش عشان هم ضاغطين عليه اصلا هناك. احنا سامعين صدى صوت عمال يقول لها قولي اللي هو كويس قولي مش عارفه ايه، وهي اصلا مش قادره تتكلم، عماله تعيط مش قادره تتكلم. كنت بسألك ازاي تم نقله بعد الحادثة الاعتداء عليه؟ مساعد الوزير له الإسلام هو على فكرة هو ما بيكدبش والله، هو الحمد لله دلوقتي كويس ما فيهوش حاجة، هو كلها إصابات بسيطة
وهم بس اهم حاجه بس هم اللي جولنا البيت دول كام قناه كده ضغطوا علينا، قعدوا يقولوا لي ايه ان خدي الصور خدوا صور باباك وتي صورك وصورونا بالعافيه واللي انت كنت معاه وقولي اللي هم خطفوه منكم في وسطكم والكلام ده كله. انا قلت لهم لا مش هقول، قعدوا يقولوا قول عشان تطلعوا بقى عشان انا حضرتك اشرف، انا ابقى ابن عمه. ايوه يا استاذ اشرف. حضرتك دلوقتي هو بص هو خاف، هم راحوا هددوه في مستشفى الشرطه. عبد الجواد عم ابن عم الاستاذ حماده صابر وايضا المستشار لحماده. شوف حضرتك المشهد اللي تم، الكل اطلع عليه والكل شافه والكل شافه بوضوح ما تم، لكن احنا لا نتهم الشرطه ولا نتهم احد بعينه. مفيش مظاهره ما كانش بينزلها، هو بينزل المظاهرات كله. يعني انت اول مره حضرتك تلتقي بيه وتتكلم معاه كان النهارده من شويه؟ اول مره التقي بيه من 10 سنين، يعني هو كان صغير وانا ما شفتوش غير وهو كبير كده. قالوا عليك ان انت خدت شقق، وقالوا عليك ان انت عرضوا عليك شغل، وقالوا ان انت ادوك وعدوك بمليون جنيه. هعمل ايه بالفلوس؟ ما انا لو انا كلها بعيش حتى حاف الفلوس هتعمل لي ايه؟ لما اقابل ربنا يبقى كل هدف راح هموت بقى راح اخد لي طالع عشان الفلوس. ايه يا عم ده ايه يا عم؟ ايه ده بالله؟ ايه ده بالله بس؟ ايه ده بالله؟ انا اكتر واحد بيحب بلده. يا جدع والله العظيم يا جدع، ده انت هايل والله العظيم يا جدع والله. حماده صابر، انا عايز اقول لك على حاجه. احنا دلوقتي جالنا خبر يعني انه في احد رجال الاعمال او احد فاعلي الخير هيوفر لك وظيفه باذن الله. سامعني؟ ايوه يا فندم، يلا خد. طيب انا سامعك اهو، انا معاك. انا عايز اسالك، انت غيرت اقوالك النهارده مع النيابه؟ يا فندم قلت الحقيقه بتاعت ربنا. ايه قول لي الحقيقه بتاعت ربنا؟ خلاص انت معايا على الهوا كده. دخلت ان هي الشرطه اللي ضربتني وسحلتني. اتضربت بالرصاص وجروني وبهدلوني. هو المذيع اللي عملها لك ولا انت اللي عملتها للمذيع ولا المذيع هو اللي جالك؟ هو مش مذيع. حماده قلت لا. ايه اللي حصل بقى ما بين امبارح والنهارده؟ اللي حصل ان انا اختلفت وجيت الاهل اتبروا مني كله، ومراتي وعيالي كلهم قال انت مش ابونا، واهلي كلهم بيعيطوا عليا، ومصر كلهم زعلانه ان انا غيرت اقوالي وبقوا يتريقوا عليا على الفيس. بحب مصر جدا وبقول كل واحد هو في الاتحاديه او في التحرير حقكم عليا، وانا فعلا انا بتاسف لكم. جت في عين الولد، جت في عين الولد. جدع يا باشا، جت في عين الولد.